يا عشاق الكرة، اليوم غادي نهضروا على قصة كيليان مبابي مع ريال مدريد. قصة فيها بزاف ديال التقلبات. شدوا بلايسكم حيث الرحلة طويلة. ملي جاء مبابي لريال مدريد كانت التوقعات كبيرة بزاف، ولكن موسمه الأول خلينا نقوله شوية صعيب. ضيع ضربات جزاء، ضيع فرص، ومستواه نزل شوية، والناس بداوا يتساءلوا وإيش هذا النجم الفرنسي غادي يقدر يبريل في البرنابيو. ولكن المدرب كارلو أنشيلوتي بقى متأكد من إن مبابي غادي يرجع لمستواه. دابا شوفوا شنو وقع. مبابي رجع يسجل الأهداف، وهذا دليل على إنه رجع للقمة. الناس يقارنوا بكريستيانو رونالدو في الأيام الأولى ديالو مع ريال مدريد، وهذا كيبين أن حتى الأساطير خاصهم وقت باش يتأقلموا. من موناكو لباريس سان جيرمان ودابا مدريد، مبابي ديما كي يسجل الأهداف. ولكن ريال مدريد ماشي غير لاعب واحد، دمج نجوم بحال مبابي، جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، ففريق واحد كان تحدي كبير. الإصابات وكبر سن بعض اللاعبين زادوا المشاكل، ولكن كاين أمل. الاستراتيجية ديال أنشيلوتي فإعادة بناء الفريق والتركيز على المواهب الشابة ممكن تكون الحل. قيمة اللاعبين فالسوق تغيرت، وقيمة مبابي نزلت شوية رغم أنه رجع لمستواه. ولكن فينيسيوس جونيور باقي هو النجم الأول في الدوري الإسباني. محللين بحال فابيو كابيلو كيقولوا إن المشاكل ديال مبابي فالأول كانت بسبب مشاكل خارج الملعب، ولكن مستواه دابا رائع. الجماهير منقسمة، بعضهم متفائل بمستقبل مبابي والبعض الآخر محتاط. ولكن حاجة واحدة أكيدة، مستقبله مع ريال مدريد واعد إذا استمر على هذا الطريق. تابعونا لأن قصة مبابي مع ريال مدريد ما زالت. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة لمزيد من الأخبار الكروية. حتى المرة الجاية خليكم متحمسين. السلام عليكم.